من امام مدرسه خليفه المأمون التعليم الاساسي. قابلنا مشكله وقابلنا اولياء امور. خير يا مدام؟ فوجئت بالباب بيخبط عليا وجه طالب يقول لي الحقيقه يا طنط في 3 بلطجيه هجموا على ابنك في المدرسه وضربوه. فين في المدرسه؟ في مدرسه الخليفه المأمون في السادات في السويس. ضربوه في الحوش ولا؟ ضربوه في قلب الفصل. جوه الفصل؟ جوه الفصل. هو في أنا دور؟ في الدور الثالث. ازاي دخل من باب المدرسه وطلع الدور الثالث؟ 3 بلطجيه هجموا على ابني ويضربوه، و2 البلطجيه عايزين ياخدوه ويمشوا. لما وكيل المدرسه قال لهم انتوا واخدين الواد ورايحين فين؟ طب هو وكيل المدرسه كان فين ساعه الضرب؟ هو طلع، هو وكيل المدرسه اللي حاشي الواد وخد منهم الواد. المدرسين ما فيش حد جايب، كلهم خافوا منهم. وفوجئت ان هو طلع وضرب ولا في ولا. رحت للمديره قلت لها ازاي يحصل كده؟ قالت لي وانا مالي. مديره مين؟ مديره المدرسه. بتقول لي وانا مالي، ابنك ضرب الواد وابو الواد جاب 3 بلطجيه وضرب ابنك، وانا اعمل لك ايه؟ وفوجئت ان هي سابتني وسابت المدرسه ومشيت. فوجئت بعد شويه اتصلت ببابا، مفيش الامن لا جه ولا مدرس في المدرسه طلع حاشبني الا الوكيل، ولا شرطه جت ولا امن ولا حراسه، والباب مفتوح. عملت محضر؟ عملت محضر في المدرسه وختمته، ورحت عملت لابني كشف وتقرير طبي واشتكيتهم كلهم، والامن ما جاش لابني. انا جوزي اللي اتصل بالامن عشان يجي المدرسه يحقق في الواقعه، وفوقت ان المديره مشيت وسابتني. حضرتك المحاميه؟ ايوه انا المحاميه. ايه اللي تم حضرتك؟ اللي تم حضرتك ان اخويا اتصل بيا، لان هو يعتبر ابن اخويا، فاتصل بيا قال لي الحقيقه. قلت له في ايه؟ قال لي ده مؤمن اتضرب في المدرسه. قلت له ازاي ان مؤمن يتضرب في المدرسه؟ فين الامن بتاع المدرسه وفين الاشراف وفين المديره؟ ازاي يتهجم 3 بلطجيه على الولد في الفصل، وبعدين في الدور الرابع، يعني مش في الدور الاول ولا الثاني ولا الكلام ده، او نقول ان هم خدوه من الطرق، ده طلعوا له الفصل فوق. وعملوا في المدرسه بتحجز على اساس ان هي بتفصل بين البلطجيه وبين الولد، فزقوا المدرسه في الفصل. ازاي ان حاجه زي كده تحصل؟ غير ان هم هددوا الولد وضربوه، وانا عملت له كشف طبي بالقلم على وشه، وخدوش في جسمه وكده، وعايزين ياخدوا الواد ويمشوا. ازاي ان حاجه زي كده تحصل في المدرسه؟ اشتكيتي في الاداره؟ انا اشتكيت الاول في الاسم على اساس ان انا بشتكي ابو الولد والاثنين البلطجيه اللي معاه، لان انا ما اعرفش الا ابو الولد على اساس ان الولد متقيد في المدرسه باسمه. بعد ما حررت المحضر ده مرفق بمذكره من المدرسه اللي اتزقت ومن وكيل المدرسه بايه اللي تم في المدرسه والثلاث بلطجيه اللي موجودين دول، ارفقتهم بالمحضر. قلت المفروض ان المديره دي ان انا الجا للاداره التعليميه على اساس ان هي تتخذ اجراءاتها معاها. فوجئت كتبت مذكره وقامت لجنه هنا وسالت الاولاد، قالوا لها فعلا الواقعه دي حصلت وان في 3 بلطجيه طلعوا فوق، والمدرسه شهدت ان ال3 البلطجيه دول زقوها في الفصل وخدوا الولد وضربوه وكانوا عايزين يخطفوا الولد. هي شهدت بحاجه زي كده، والوكيل قال ان انا ما اقدرش ان انا اعمل لهم حاجه. الاداره عملت معاكم ايه؟ الاداره رد فعلها ان بعد ما قلنا الواقعه واللي حصل وفحص اللجنه واتاكدت ان الواقعه تمت، وسالوا الاولاد وكده وقالوا فعلا ان حصل الموضوع ده، فوجئنا ان هي تدي 3 ايام جيزه بس. لمين؟ للمديره. قالت ده اللي عندنا، انتوا عايزيننا نشنقها؟ مين في الاداره اللي قال الكلام ده؟ الاستاذ مجدي والاستاذ احمد مدير الاداره. بس احنا عندنا علم ان مديره الاداره بتاعت الشمال التعليم الابتدائي ست جاده وحقانيه، ما توجهتوش لها ليه؟ هو حضرتك دي مديره الاداره الاعداديه مش الابتدائيه. هي دي ابتدائي ولا اعدادي؟ لا الاعداديه. دي الاعداديه. وبعدين معروف عنها في الاداره ان هي انسانه متسلطه باسلوبها ومتسلطه بكلامها، يعني مش مديره تستحق المنصب ده. حتى لما بنسال هناك الموظفين الولد دلوقتي حالته فين؟ او حالته النفسيه زي الزفت. فين؟ انت ايه اللي حصل معاك؟ مفيش، انا بصر انا وواحد بجري وراه، الواد اللي انا بجري وراه زق واد عليا، على قد ما انا بجري قصد احوشه لقيته اتخبط فيا، راح وقع في السن البلاط. رحت شلته وديته الاخصائي اللي هي تحت ايدي الاخصائي، قلت له مش الاخصائي لو في اي حاجه. انا قالت لي طب انت اطلع فصلك، كانت الحته دي ورمه مفيش حاجه. قالت لي الحته دي ورمه، قالت لي طب اطلع فصلك انت مفيش حاجه. قالت لي انا هحط له باريزه واظبطها له واعملها. قلت لها ماشي. لقيت لك بعد شويه ايه بقى العيال بتقول انت عورت الواد. قلت لهم عورت مين؟ ما عورتش حد. لقيت بعد شويه الراجل طالع بقى هو واثنين بلطجيه معاه، بيقول له يلا مين اللي ضربك؟ انا ما استنيتوش لما شاور عليه، قلت له ايه في ايه؟ ومين قال لك كمان اللي هو اتضرب؟ قال له تعالى اطلع لي بره، انت عامل بلطجي في المدرسه؟ تعالى لي بره. لقيته بيقول لي انت ايه عامل بلطجي؟ لقيته يضربني بقلم على وشي مزيني. لقيت لك العيال بقى اللي قبله بتقول له شايف رقبته الجروح كلها راحت. اللي قبله بتقول له
انت بتعمل ايه؟ قال لها انت مالكيش دعوه، انت مذاكر. قال لها انت خايف عليا اقول لك النصين. فالوكيل طلع لي بقى قال له طب انزل تحت هنتفاهم تحت في المكتب. قال له ماشي. اول ما نزلنا تحت فبقول له ايه اللي حصل؟ بيقول له جايبين واحد بلطجي في المدرسه. ابن الواد بيقول له هو ما ضربنيش. هم حددوك بايه البلطجيه دول؟ وانا ماشي بيقول لي شغالين اللي هتلف املك، كان ممكن يتلف امل امك دلوقتي وانت ماشي، والا غلسه مطوه وانت ماشي. امال بتاعت مين يعني؟ واللي هاني معاه دول اول ما نزلنا بقول له ايه اللي حصل؟ بقول له شايف انت منظر الواد عامل ازاي؟ قال له وادي. قال له بص ابني عامل ازاي؟ قال له يا عم هو ما ضربوش، حتى الواد بيقول له ابوه بيقول له بابا ما ضربنيش، هو الواد زقنا عليه. الواد بيعترف صغير. قال له ما هو الواد بيعترف، هو قال لي ماليش دعوه بس انا مش هسيبه. والاثنين اللي معاه قالوا لي لا الموضوع ده معانا بس هو ده بقى. شكرا. وبعدين حضرتك في لائحه موجوده بقرار وزاري رقم 4 المفروض ان المدرسه بوابه المدرسه تتقفل من الساعه 8:30 وعدم مغادره المديره شخصيا الا بعد التاكد من وجود التلاميذ في الفصل وسلامتهم. بالاضافه لبند ثالث ممنوع دخول اولياء الامور الا من الساعه 12 للساعه 1. المنشور ده كان موجود وانا خدته من المدرسه من جنبها. فين المنشور؟ وهو حضرتك كمان يا استاذ لما المديره لما اقول لها حد بيضربني يا استاذ حضرتك المديره لما اقول لها حد بيضربني يا استاذ بتقول لي انا اعمل له ايه يعني؟ انا اعمل له ايه؟ اقول له كده. والله يا استاذ بقول لها ضربني يا استاذ بتقول لي انا اعمل له ايه؟ انا عايز ضربني في عيني انا يا استاذ. جبت امي الصبح عشان اقول لها الواد ضربني. المديره قالت لي معلش ولا عبد الله بص انا اديك كده. بص ده اتضرب. شكاوى الطلبه لمديريه بص المدرسه. يا استاذ ده اتضرب يا استاذ وما عملتش اي حاجه. ده هينفع يعني كده؟ ادي المنشور. فعلا صح يا ابني. هتقعد تاكل انت وهو. اتصور شويه. انا حماس يا جدعان. يا جماعه خليكم معانا خير يا جماعه. انت كنت موجود؟ انا معمول في الفصل. مؤمن ضرب الولد؟ انا لا هو مؤمن بيجري مع بيجري عايز زميله. الواد اللي هو بيجري منه مؤمن دون زق الواد الثاني اللي هو اللي دماغه كده. في بلطجيه فعلا جت المدرسه ضربته؟ في اب اللي هو والد الولد ومعاه 2 بلطجيه. ايوه وساليني دخلوا علينا. دخلوا علينا زقوا الباب. ما كانش دخلوا زقوا الباب وبيقول مين ياخد الباب. خدوه من كله. بس يا استاذه دلوقتي انا شايف انت اهتمام الاداره بدليل ان في واحد من اداره الشمال جاي عشان يشوف المشكله. لو في اهتمام من الاداره، عارف حضرتك الاهتمام ده تم بناء على ايه؟ ان اخويا من الثوره بتاعته نتيجه للي حصل ان انا جاي اقول لك يا استاذ مجدي بعد اذن حضرتك ايه اللي تم؟ ايه نتيجه التحيات؟ يقول لي اعمل لك ايه؟ استاذ بعد اذنك استاذ بس في مجال اولا لما كلمت حضرتك في الاداره من غير اهتمام. والد الطالب ايه اللي حصل بالظبط معاك النهارده؟ اللي حصل معايا هكمل معاك تسجيل. طب تعالى بقى تعالى. اللي حصل ان احنا عايزين نطالب بحق ابننا. التقرير اللي حصل فيه لا الاستاذ احمد. طب هو التقرير ده المفروض ان هو في الشرطه. لا ده احنا عملنا محضر للشرطه وعملنا محضر في الاداره. خد بال حضرتك احنا الموضوع بتاع الراجل ده ما يهمنيش في حاجه. انا اهم حاجه عندي تسايب المدرسه. اهم حاجه عندي تسايب المدرسه. فلما جينا النهارده عشان نتكلم طبعا النظره اللي موجوده بتتكلم معايا بتقول لي ايه؟ بتقول لي احنا ما نقدرش نعمل لك اي حاجه. يعني ما تقدرش تعمل لي اي حاجه. حضرتك انا باجي كم مره والاقي الباب ده مفتوح كده. لو انت شفت الباب لا الباب مفتوح على طول. اخبار حضرتك هتلاقي الباب مفتوح كده. فده بيهيئ لاي واحد بطاقي انه يطلع فوق ويجي لعيالنا ويضربه. اخبار حضرتك. شكرا.